حضرتك قلت. سيادة المحافظ كل يوم بيضرب المثل في وقوفه جنب نادي المريخ. بصراحة أنا بشعر بالخجل لما بتيجي سيرته. الراجل واقف جنبنا لأبعد حد، يعني سيادة الوزير اللي هو سماح قنديل كل يوم كل يوم كل يوم واقف جنبنا، فأنا والله بشكره. يعني النهارده الحمد لله كان النتائج اللي كانت في الاجتماع أكبر ما كنت أنا بأمل. النهارده سيادة اللواء وافق لنا على مبلغ 500,000 جنيه دعم للفريق، ودي مش أول مرة بيعمل كده. سيادة الوزير واقف جنبنا مرة واثنين وثلاثة. النهارده اللي كان تم ان كمان وافق على المشروع اللي كنا مقدمينه. فاحنا بصدد تجهيز دراسه الجدوى والرسومات الهندسيه لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، فربنا يسهل ان شاء الله ويبقى المشروع كويس باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد، عشان برضو نعرف المشروع اللي اداره المريخ بتصر على انشائه، هيغني المريخ عن ان هو يحتاج دعم من وزاره الشباب والرياضه او من المحافظه؟ المشروع ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده مره واثنين. هو نادي المريخ كان يملك قطعه ارض خارج اسوار النادي، تقريبا المساحه حوالي 2000 متر. كنا خدنا عليها موافقه يعني في التسعينات، بس خدنا موافقه للملاعب، لانشاء ملاعب مفتوحه وحظر اقامه منشات. فكان المجلس اللي تولى رئاسته الاستاذ سيد تولي عرض مذكره على المجلس الشعبي، كان ساعتها سياده المحافظ احمد عبد الله على ما اعتقد او مصطفى كامل حد كده، ولغى الحظر لاقامه المنشات، واصبح ان من حق المريخ يعمل منشات. والكلام كان اتوقف على فترات طويله. فلما جه المجلس الحالي كان عرضنا فكره ان احنا نبدا نستثمر في هذه الارض. فتلقيت بعض رجال الاعمال وناقشنا اكتر من فكره، وفي الاخر اتفقنا ان احنا نحاول نعمل ادوار للمحلات زي مول تجاري 3-4 ادوار، وادوار فندقيه فوقيه، لان المكان ده مكان متميز جدا بيطل على قناه السويس وعلى شارع محمد علي. يعني من الدور الثالث تبدا تشوف الفيو بتاعك يبقى قناه السويس وعلى شارع محمد علي. عملنا زي دراسه مبدئيه لارباح المشروع، لقينا ممكن ان شاء الله في السنه الواحده بنعمل من 1.5 مليون، ممكن تصل ل 2 و3 مليون جنيه. فطبعا ده هيعيش نادي المريخ الى حد ما افضل شويه من ذي قبل يعني ان شاء الله. كابتن احمد، ووقوف وموقف محافظ بورسعيد بجوار نادي المريخ اللي كمان طلب منك ان انت تعمل بجد واجتهاد من اجل صعود فريقك للدوري الممتاز ومجاورة نادي المصري في الدوري الممتاز. طبعا سيادة الوزير يملك العقلية العسكرية التي ترفض الهزيمة، فكان طبعا هو طول الوقت يعني بيحس ان احنا لازم نكسب، لازم نصعد. السنة اللي فاتت هو شاركنا فرحة المكسب في اكتر من لقاء، كان بيجي لغاية عندنا الراجل وبيقرا معانا الفاتحة. النهارده ذكرته الموقف دوت، هو قال لي كل يوم هجي لك واقرا معاك الفاتحة لو انت هتكسب. فطبعا هو ينورنا ويشرف النادي، وانا بوعده ان شاء الله ان السنة دي، وبوعد جمهور بورسعيد ان السنة دي باذن الله المريخ يكون في الدوري الممتاز. نادي المريخ السنه في اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها يتصدر القمه لاول مره من تقريبا 18 او 19 عام، اتصل ل 20 عام. المريخ ما كانش بيبقى على قمه المجموعه، النهارده الحمد لله احنا على قمه المجموعه، نملك لاعبين جيدين في كل المراكز. وعدت السيد المحافظ ان شاء الله ان السنه دي المريخ هيكون في الدوري الممتاز باذن الله ان شاء الله.